بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي الى كل اخواتي جماهير الابيض الملكي. يا رب تكونوا بخير والايام الجايه تجلب لنا كل خير وسعاده علينا وعلى نادينا ان شاء الله. النهارده كالعاده جايب لكم كل الاخبار الخاصه بنادي الزمالك والمتعلقه بنادي الزمالك، كل الكواليس. هنتكلم عن خريطه الصفقات، هنتكلم عن ترشيحات اللجنه الفنيه في نادي الزمالك، إيه اللي بيدور في الاداره، اهم المواضيع. في الاول لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك على طول فيديوهاتنا ان شاء الله. قناة الزملكاوية هي قناة الجماهير، هي قناة جماهير التالتة يمين، هي قناة الجمهور اللي بيدعم نادي الزمالك. زي ما بيقولوا قناة مواليد 100 عقبة. فيا ريت تدعمونا باشتراكك، مهم جدا عشان نقدر نتواصل ونقدر نكمل، واللايك والشير عشان صوتك وصوتي يوصل، صوت الزملكاوي الحر نوصله لكل مكان. دي قناتك وهي معمولة للزملكاوية والدعم كيان نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. خلوا صوتنا يوصل لأبعد مدى عشان نقدر ندعم نادي الزمالك. هنبدأ سريعا. أول خبر معانا سريع إن رئيس نادي الوداد بيعلن عن 100 ألف دولار مكافأة في حالة عودة الوداد من مصر بنتيجة إيجابية، وبيحفز لاعيبته وبيقول لهم كمان مضاعفة المكافآت في حالة أخذ البطولة. كل التوفيق لنادي الوداد الشقيق، وبنتمنى المكسب طبعا إن شاء الله للوداد. وده اللي مش هننساه لما الأهلي راح وشجع صن داونز في نهائي أفريقيا ضد الزمالك. فاحنا بالطبع بنرد وبنشجع نادي الوداد، وإن شاء الله بإذن الله الوداد ينجح في إن هو يحصل على البطولة، والأهلي يخرج بإذن الله وبهزيمة كبيرة إن شاء الله. الأهلي يا جماعة تاني موضوع، بيماطل في غرامة كهربا. الاهلي مش عايز يعني تقدروا تقولوا يدفع في الفترة دي لنادي الزمالك مستحقاته، او غرامة كهربا المستحقة، عشان هو شايف ان الزمالك فيه ازمات مالية قوية جدا. فهو مش عايز طبعا يضخ في نادي الزمالك 2.5 مليون دولار، مبلغ كبير جدا هيساعد في حل ازمة مالية. فهو بيماطل لاخر لحظة، بيراهن على مستقبل اللاعب. اللعيب المفروض ان الفترة السماح اللي الدفع بتاعته هتنتهي في 11 يونيو، يعني كمان 9 ايام. الاهلي مطلع او مصادر من الاهلي طالعه بتقول لا ده لسه لغايه شهر 7 القادم. فهل الاهلي هيقامر بمستقبل اللاعب؟ كل ده عندا في نادي الزمالك عشان ما يتقالش ان الاهلي دفع للزمالك غرامه كبيره. ده اللي هيبان الفتره الجايه، وان شاء الله يقعوا في بعض ويفضحوا بعض. لان كهربا لو اتوقف يا جماعه هيبقى تجميد، واحتمال كده يبقى مسيره اللاعب بتنتهي. فاكيد هيطلع يتكلم ويفضح الكوبري والحاجات الشيطانيه اللي حصلت عشان يسيب نادي الزمالك ويهرب ويروح الاهلي. فده اللي هنشوفه الفتره الجايه، زي ما بيقولوا لا الدفع لا التجميد. لكن الاهلي بيخاطر بمستقبل اللاعب فعلا. في موضوعين مهمين جدا. غرامة شيكابالا بتاعت سبورتنج لشبونة، الغرامة المستحقة على نادي الزمالك حوالي 1.5 مليون دولار، وقسطين لاتشيمبونج بعد التسوية لمستحقاته. الزمالك ما قدرش يسددهم نتيجة الحجز على الأرصدة. الزمالك عنده حساب مجمد فيه 2 مليون دولار، يقدر يدفع غرامة شيكابالا 1.5 مليون دولار، ويقدر يدفع مستحقات اتشيمبونج المتبقية. لكن هل من مجيب من الدولة المصرية؟ هتفضلوا سايبين الزمالك؟ هتفضلوا سايبين الحجز على أرصدته؟ يعني دي مؤسسة حكومية. مين من المسؤولين هيقدر فعلا يشوف نادي الزمالك بعين ان دي مؤسسة قومية؟ اشمعنى كلنا بندعم نادي الاهلي؟ يعني كل الناس بتدعم نادي الاهلي، الحكومة والامن والوزارة ومسؤولين الدولة. ليه نادي الزمالك ما دايما في اهمال؟ ان احنا دايما سايبينه لمشاكله، سايبينه لكل الازمات دي تحل مجالس اداره نحجز عليه، كل القصص دي. وعلى النقيض تماما بنشوف ان الاهلي مساعده دائمه. فهل الدوله هتسمع لنداءات جماهير نادي الزمالك برفع الحجز او حل الازمه الماليه؟ الزمالك معاه فلوس، هو مش طالب فلوس من الدوله. كل اللي طالبه ان هو يتمكن من ان هو يحصل على فلوسه عشان يسدد التزاماته. هل من مجيب؟ يا ريت يا جماعه تشيروا على اعلى مستوى عشان صوتنا يوصل لمسؤولين الدوله. سيبوا الزمالك في حاله، ساعدوا الزمالك. الزمالك
نادي فخر لمصر. الزمالك هو مؤسسة وطنية، مؤسسة فعلا فيها الأخلاق وفيها التاريخ المصري الأصيل، مفهوش الرشوة ولا في الفساد اللي موجود في النوادي اللي انتوا بتدعموها. فياريت المسؤولين بجد يبصوا على نادي الزمالك ويحلوا مشاكله. ده بخصوص الأزمتين المهمين جدا اللي بيتعرض فيهم الزمالك لعقوبة الإيقاف بالقيد في حالة عدم الدفع، ولازم الحل يبقى سريع جدا لأن الموضوع خلاص بقى في الخطوات الأخيرة لتوقيع عقوبات على نادي الزمالك تصل للإيقاف ممكن فترة أو فترتين. فبنتمنى ان الدولة او مسؤولين الدولة تسمع نداءات جماهير نادي الزمالك بحل مشكلة الحجز على الأرصدة. طيب، هنروح بعد كده تصريحات النائب سليمان وهدان الدبلوماسية ان اصحابه هم اعضاء مجلس الاهلي الجرحي والعمري فاروق، وان هو بيتمنى عودة الروح، وان هو بيتمنى انه يبقى ليه دور في المرحلة القادمة، وان القانون بيحميه، وان هو لسه زي ما زال عضو في مجلس ادارة نادي الزمالك. طبعا النائب سليمان وهدان ليه كل التقدير، لكن حضرتك انت دخلت المجلس بناء على ان انت بس ما كنت متواجد في قائمة ان المستشار مرتضى منصور، لكن حضرتك مالكش تاريخ في نادي الزمالك. فانت جاي تتكلم عن صداقات وجاي تتكلم عن علاقات، علاقات ايه؟ والنادي الاهلي بيقطع في الزمالك وبيهاجمه طول يعني على مدار 24 ساعه كل يوم. ده مشغلين لجان الكترونيه بتاخد ملايين عشان تهاجم نادي الزمالك. علاقات ايه اللي انت جاي تتكلم فيها؟ حضرتك انسان دبلوماسي ومالكش علاقه برياضه كره القدم، فيعني بلاش تضايق جماهير نادي الزمالك. ده كان بالنسبه لتصريحات النائب سليمان وهدان. عايز اقول لكم في حاجه كانت ايجابيه جميله جدا في ماتش الزمالك الاخير مع طلائع الجيش. الروح اللي حصلت دي يا جماعه بقالنا كتير قوي ما كناش شايفيها، والزمالك كان مفتقدها. اللعيبه تجري على المدرب وتديله تعظيم سلام ويحضنوه، والقصص دي ده خلي بالكم شيء مفيد ومهم جدا جدا جدا. مع تحسن اداء الزمالك الدفاعي، دي نقط ايجابيه. ان الزمالك كان الدفاع بتاعه صعب جدا في خطه اوسيريو، الزمالك بدا مستواه يبقى افضل على المستوى الدفاعي. ان شاء الله هنفضل ندعم الفريق كده كده. ده المدرب اللي قاعد معانا لغايه اخر الموسم، يمكن الفرقه تتحسن الايام الجايه وتقدر يعني تشرب زي ما بيقولوا خطه اوسيريو، ونشوف مستوى افضل ان شاء الله. كل الدعم لنادي الزمالك. معانا ايه تاني؟ بصوا يا جماعه، موضوع مصطفى محمد وامام عاشور، لازم نعرف ان امام عاشور ومصطفى محمد مش هيرجعوا الزمالك دلوقتي، وعشان يرجعوا الزمالك لازم يرجعوا عن طريق لا النادي بتاعهم يعني جلطة سراي يسيب مصطفى محمد فري، او نادي ميتلاند الدنماركي يسيب امام عاشور فري او عقودهم تنتهي. لكن نادي جلطة سراي من سنتين هو شاري مصطفى محمد حوالي ب6 مليون دولار، فلما يجي يبيعه هيبيعوا لك بكام؟ طبعا الزمالك ولا اي نادي في مصر هيدفع 6 مليون او 7 مليون دولار في لاعب. فعشان كده اللعيبه نفسها يعني انت مصطفى محمد تصريحاته ان هو مش هيرجع دلوقتي، لكن لو رجع هو لعيب محترم بيقول انا لو رجعت كده كده راجع على الزمالك، لكن هو لسه صغير وعايز يكمل. امام عاشور نفس الوضع، 3 مليون دولار وطبعا هو متباع بيهم، ونادي ميتلاند اكيد هيبقى عايز فلوس فهيقول لك 3.5 او 4 مليون دولار، يعني انتوا بتتكلموا حوالي في 120 او 130 مليون. فالكلام ده يا جماعه كله استهلاك، كل دي كلام عشان زي ما بيقولوا احنا ما عندناش مواضيع فبنحشي كلام وبنحشي موضوعات. ولا مصطفى محمد راجع ولا امام عاشور راجع حاليا، ويا ريت نقفل الباب ده. وبنفس الموضوع اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، الاتنين مش راجعين عشان نتكلم، بس الاتنين مش راجعين، ولا فرجاني ساسي راجع حاليا ولا اشرف بن شرقي راجع حاليا. اشرف بن شرقي بياخد 3 مليون دولار في النادي الاماراتي، يعني ارقام كبيره جدا يا جماعه. مش هينفع حاليا ان خزينه نادي الزمالك او حتى خزينه اي نادي في مصر يقدر يدفع للاعب 3 مليون دولار، يعني حوالي 100 مليون جنيه في الموسم. الكلام ده كبير جدا وصعب جدا، فيا ريت نقفل على القصص دي. لكن هي لعيبه زملكاويه ومحترمه، وقالت ان لو في فرصه هيبقى عودتهم في الدوري المصري، لو رجعوا هيبقى للزمالك. عشان نقفل القصه دي،
سيف جعفر لا زال منتظر ان نادي الزمالك يقعد معاه اي مسؤول من الاداره ويتفق معاه. الولد لغايه دلوقتي متمسك بنادي الزمالك، وده شيء جميل جدا جدا جدا، ويتحسب لسيف فاروق جعفر. ده اللي متواجد حاليا. خلاص موضوع يوسف اسامه نبيه انتهى تقريبا بنسبه يعني 95% ان هو خلاص في بيراميدز، وحتى بقى فيه تصريحات متبادله. يعني كابتن يوسف اسامه عايز يحمل الاداره ان هي القصه، وان احنا محدش قعد معانا. يا كابتن ابنك لسه صغير، يعني مستقبله مش هيضيع، وكده كده الموسم ما انتهاش. انت رحت مضيت في بيراميدز والموسم لسه فاضل فيه حوالي شهرين. يعني مستقبل ابنك هيضيع في ايه؟ يعني هو لو كان انتظر ايه اللي هيحصل؟ يعني اكيد يعني حضراتكم يعني مش لا يعني اكيد مش يعني اكيد لاقيين تاكلوا وتشربوا وعايشين في مستوى كويس. فخلاص يعني الدنيا مش واقفه ان هو على الكام مليون اللي هياخدهم مقدم تعاقب من بيراميدز اللي هيحلوا مشاكلك انت وابنك. فكفايه تصريحات وكفايه حوارات. اللي بيحب بيحب، ولو هو كان عايز يستنى فكان استنى زي سيف ما استنى. فيا ريت يا كابتن اسامه كفايه بقى تصريحات، وارحمونا من النغمه بتاعتكم دي. مصلحته ودنيته، طب مصلحه الزمالك دي ما حدش بيبص عليها. فخلاص يعني هو ده الموقف بالنسبه ليوسف وبالنسبه لسيف. يوسف خلاص زي ما قلت لكم اعتبروا الموضوع انتهى. سيف هو اللي لسه حتى الان، هل الاداره هتخلص؟ وبنطالب الاداره بسرعه الرد، ويبقى فيه ردود سريعه شويه. حتى لو مفيش فلوس اقعد مع اللاعب اتفق معاه. مفيش مشكله حتى لو مش هياخد فلوسه دلوقتي، بس ياخد شيكات مؤجله لغايه ما تتحل الامور. دي لعيبه زملكاويه مش هتعارض. طيب الاهلي بينافس الزمالك على صفقه الجزائري اللاعب الياس شتي، واللاعب حاليا حر بعد النادي الفرنسي بتاعه انجيل الفرنسي ما فسخ عقد اللاعب. لكن الزمالك زي ما قلنا الازمه الماليه موقفه حاجات كتير جدا جدا. اللعيب انظار نوادي كتيره من الاهلي والزمالك عليه، ولعيب كويس محترف في فرنسا. وطبعا عشان تم فسخ عقده بقى لعيب حر، فالعقود هتجيله، واحتمال كمان من الدول العربيه. نفس الوضع بالنسبه لإلياس الجلاصي. إلياس الجلاصي الزمالك حاطط عينه عليه، ومن الصفقات اللي في خريطة صفقات نادي الزمالك. لكن الترجي داخل بقوة، بعض النوادي العربية داخلة بقوة، نادي المصري نفسه متمسك باللاعب. فهنشوف الفترة الجاية هل إلياس الجلاصي هيبقى وجهته نادي الزمالك ولا هيطير من نادي الزمالك. قبل ما نخش في خريطة نادي الزمالك للصفقات، عايز اقول لكم ان في خطوه جميله جدا تمت في نادي الزمالك، وهو اعداد فريق من الناشئين مواليد 2001 و2003 و2005 و2006 المميزين. هيتعمل فريق هيبقى اسمه زمالك به، يعني زي على غرار التجربه الاوروبيه بيبقى فريق الالف وفريق ب. ده تقدروا تقولوا او فريق الرديف، يعني الفريق الثاني، الفريق اللي بيدعم الفريق الاول. وفي نفس الوقت الفريق ده الزمالك عايز يعده جيد جدا، ويعمل له مطوشه قويه جدا واحتكاك قوي بفرق الدوري الممتاز. يعني هيبقى الفريق ده على طول معمول له تقدروا تقولوا زي معسكرات بيقابل فيها فرق من الدوري الممتاز ومواجهات قويه. هيكون المدرب بتاعه احمد رزق، وهو على علم باللعيبه مواليد 2001 2003 2005 و2006، لان هو من مدربين ناشئين القطاع ومدرب كويس. الفريق ده هيبقى معمول لتدعيم الفريق الاول، وعشان كمان تسويق اللاعبين اللي مش هيبقى ليهم مكان في الفريق الاول يخرجوا اعاره ياخدوا خبرات او يتم بيعهم. اتمنى ان شاء الله المشروع يكمل على خير، وان الزمالك يستفيد فعلا من قطاع ناشئينه. ده بخصوص اخر حاجة معانا هنتكلم فيها، وهي خريطة صفقات نادي الزمالك. يا جماعة نادي الزمالك عامل خريطة للصفقات. اللجنة الفنية بتتكلم على التدعيمات اللي الزمالك محتاجها. طيب
مين اللعيبه اللي هتخرج من نادي الزمالك؟ مين اللعيبه اللي راجعه من الاعاره؟ اللعيبه اللي ضمنت عودتها من الاعاره لاحتياج الزمالك فنيا ليهم وظهورهم بمستوى كويس هم حمدي علاء لعيب وسط الملعب، محمود علاء المدافع طبعا، احمد ايمن منصور مطلوب بالاسم لانه مدافع وبيلعب برجله اليسرى، وده طلب خوان كارلوس اوسيريو ان هو محتاج مدافع بيلعب برجله الشمال. وفي احمد عيد الباك اليمين اللي متواجد في اعاره في انبي. ومع دول يا جماعه طبعا يوسف اوباما اللي لسه ما تحددش هل هو هيرجع ولا هيتم تفعيل بند الشراء في عقده مع النادي الحزم السعودي. يوسف اوباما هيكون لو رجع هيفرق كتير مع نادي الزمالك لان هو استعاد مستواه. واتمنى عودة اسامة فيصل لان في الغالب هيتم الاستقرار على سيف الدين الجزيري وناصر منسي، هما اللي هيبقوا متواجدين في هجوم الزمالك السنة الجاية، فيا ريت يعاونهم اسامة فيصل ونرجعهم البنك الاهلي. هنبدأ في الصفقات يا جماعة. الصفقات في نادي الزمالك ايه هي؟ في احمد ميهوب حارس غزل المحلة. دول يا جماعة كلها صفقات مرشحة الاول قبل ما نتكلم فيها من اللجنة الفنية في نادي الزمالك. يعني يا ريت ما حدش يخش يقول في التعليقات مثلا انت ليه بتقول اسماء اللعيبة؟ اللعيبة دي مرشحة من اللجنة الفنية، واللجنة الفنية هي اللي قايله الاسماء. وده مش لاعب واحد في كل، يعني في كل مركز فيه اكتر من لاعب، زي ما بيقولوا فيه مثلا في المدافع واحد واثنين وثلاثة، خط الوسط فيه واحد واثنين وثلاثة. مش كل اللعيبه دي هتيجي، فما انا مش بطلع اسرار، دي متواجده في كل هتلاقوها، تقدروا تقولوا الاعلاميين كلها عارفينها، فدي مش اسرار، دي متواجده بصفه عامه للجميع. ففي اهم الحراس اللي الزمالك بيفكر فيهم في حالة رحيل محمد عواد هو احمد ميهوب حارس غزل المحلة. وهو فعلا موهوب، يعني هو لعيب كويس، وتقدروا تقولوا محمد عبد المنصف عارفه كويس لانه كان مزامله في نادي وادي دجلة وعارف مستواه كويس، وهو لسه صغير مش كبير، وهو راضي انه يكون بديل ل يعني ان هو يجي في الزمالك ويلعب بديل، يعني هو عارف ان هو لو جه الزمالك هيلعب بديل. وفي معاه عبد العزيز البلعوطي برضه لعيب صغير في السن وجول كويس جدا، وبرضه كان على علاقه بمحمد عبد المنصف ولعبوا مع بعض، فهو عارف مستوى الاتنين دول خاصه. فان شاء الله لو حصل رحيل لمحمد عواد وجاي مبلغ كبير البيع لعواد او دخل في صفقه تبادليه زي ما قلنا مع فاركو او جه عقد ليه من نادي عربي، فهيبقى لا احمد ميهوب لاعب عزيز البلعوطي هو البديل لمحمد صبحي، يعني هيبقى مع محمد صبحي في حراسة المرمى مع عودة احمد نادر السيد. فهو ده الواضح. طيب في خط الدفاع في عبد الله بكري من فاركو، وفي مين تاني؟ ياسين مرعي. ياسين مرعي كان ناشئ من ناشئين نادي الزمالك، وعبد الله بكري مرشح تقريبا كل سنه ان هو ينضم لنادي الزمالك. دول اقرب اتنين ممكن يدعموا دفاع نادي الزمالك مع عوده زي ما قلنا احمد ايمن منصور ومحمود علاء. وفي الغالب هتبقى في صفقه تبادليه كبيره ما بين الزمالك وفاركو. في محمد حمدي الباك الشمال بتاع انبي، واسحاقو يعقوبو الباك الشمال بتاع البنك الاهلي. دول المرشحين ان هم يدعموا الجبهه الشمال في نادي الزمالك مع احمد ابو الفتوح وحاتم سكر. الجبهه اليمنى خلاص بيتم الاستقرار فيها على تجديد حمزه المسلوسي بنسبه كبيره جدا تتعدى 95%، وصلوا لاتفاق مع حمزه المسلوسي، واللعيب عايز يقعد في نادي الزمالك مع عوده احمد عيد. ف يعني التفكير في تدعيم الجبهه اليمنى يعني تقريبا شبه مقفول. بالنسبه لوسط الملعب الترشيحات كلها اهم ترشيح منصب على محمود حماده لاعب فاركو، ويحيى جبران لاعب الوداد المغربي لانه هيبقى لعيب حر كمان
بعد نهاية الموسم ده، يعني خلاص هو من دلوقتي لو وصل الاتفاق مع الزمالك يقدر يمضي. هو لعيب تقيل طبعا ومهم، هو سنه كبير شويه، تقريبا عنده حوالي 30 او 31 سنه، لكن لعيب مهم جدا وخبراته قويه وفارق مع الوداد، وقدر يساعد الوداد ان هو يوصل لنهائي افريقيا. وفي الياس الجلاصي من نادي المصري، ومحمد هلال. دول الترشيحات بالنسبة للفترة الجاية، دول أهم الترشيحات. طبعا مش كل اللعيبة دي هتيجي، دي الترشيحات اللي خارجة من اللجنة الفنية. وفي 2 لعيبة، دول مش هقول على أسمائهم عشان دول سريين، واحد في خط الدفاع وواحد في خط وسط الملعب، دول من الدرجة التانية، بس دول يعني صفقات المفروض محدش يقول اسمائها عشان بتتم في سرية، عشان انتوا عارفين صفقات الدرجة التانية بالذات بيهجم عليها الأندية عشان بيبقى تمنها طبعا بسيط، فبيبقى فيها صراع قوي جدا، فمش هنقدر نقول اسمائهم. عايزين ندي فرصة لحاتم سكر يا جماعة، لعيب بيتطور، وانا شايف ان هو افضل من ان احنا نجيب لاعب ناشئ زي محمد حمدي من انبي عنده 20 سنة زيه زي حاتم سكر. وانا شايف ان حاتم سكر افضل. المفاجأة بتاعت مستشار مرتضى منصور انه قال هجيب لاعب محبوب في نادي الزمالك، اقدر اقول لكم اللاعب المحبوب اللي هو بيتكلم عنه هيرجع تاني نادي الزمالك وكل الجماهير بتحبه، هو مصطفى فتحي. لعيب قريب جدا جدا مصطفى فتحي من عودته، نتيجة ان الزمالك لسه ليه 450 الف دولار على النادي تقريبا من الباطن او حاجة زي كده، او التعاون السعودي، نادي التعاون لسه الزمالك ليه 450 الف دولار مستحقة، واللاعب مرحب انه يرجع نادي الزمالك وهيتعمل له عقد محترم. وهو ده الصفقة اللي بيتكلم عليها المستشار مرتضى منصور، وبيقول ان هو بيخلص فيها. طبعا كلنا بنحب مصطفى فتحي، هو لعيب مهم جدا ولعيب كبير، نتمنى عودة مصطفى فتحي. لكن زي ما قلت لكم، ولا اشرف بن شرقي، ولا طبعا فرجاني ساسي، ولا مصطفى محمد، ولا امام عاشور، الصفقة هي مصطفى فتحي. ان شاء الله اشوفكم على خير وفي اخبار جديدة. لا تنسوا الدعم القناة بالاشتراك واللايك والشير، مهم جدا عشان صوتك وصوتي يوصل. تحياتي لحضراتكم واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.